على رسول الله. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم سنتكلم حول هجرة الصحابة إلى الحبشة، الهجرة الثانية. نحن نسميه في السنة النبوية أو في السيرة النبوية الهجرة الثانية إلى الحبشة. أول ما هاجروا كان عدد قليل، يعني 10-11 واحد، ولكن هم رجعوا بعد شهور بعدما سمعوا بإسلام حمزة وعمر، وقالوا يقال بأن كثير من أهل مكة دخلوا في الإسلام، فقالوا خلاص انتهى الحاجة إلى الهجرة، سنعود. ولكن لما عادوا رأوا بأن الأمر غير صحيح. نعم، عمر وحمزة دخلوا في الإسلام، ولكن قريش ما زال على كفره وعلى عناده، فبعضهم حبسوا من قبل أهله، وبعض الأخرى حاولوا أن يعودوا أو يذهبوا مرة أخرى. فسنتكلم حول هذه الهجرة والحكم والدروس الموجودة فيها من السيرة النبوية، لأنها مرحلة مهمة من مراحل الدعوة الإسلامية في عهد المكي. برايد عزيز، أمي بحث هجرة حبشة آدو يمين بكن مسلمان بريق هجرة ببال مدينة بابكن دجارة هجرة حبشة كرن. حبش دولة أفريقيا نبجن، يعني جارة أول تقريبا 10-12 حب 16 حب چون جمالك هندك چون، يعني اوجه مسلمان كيمون، ولكن چون لبي كان روكيمان خبر هاد قولد بيجن هناك يجي اهل مكي بونا مسلمان، هناك يجي اهل مكي بونا مسلمان، وعمر بيا مسلمان، حمزه بيا مسلمان، الله قلت خلاص مسلمان قوات بونا امي هرم. فقيرا هات انت ما شاكرنا ولا مسألة وسيراس عمر وحمزه بونا مسلمان، اما ملتي مكي هيجي كافر برينا ودهاز الموان زيدايا، وهناك جوان فقيرة هاتن أقرباء وانقرتن كرن حبسيجي حبسي أنا تنبون هر يكيد مالا خدا دست وان زنجيرا ليخص نافتن عادية دويدا دان سكناندن، يعني فقط الظلمه ده ها زيده كر جمارة بسلمانة بشكي زيده بو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهر چارتنه جاركاتی گوبر خوی داب کن، يعني پیغمبر ندخواد صحابه دمكي دا شر بكن، ندخواد ورن كشتنه مكة جيه شر نبو، يعني جمارة وان هندك بو تهلیکه که پر مازن بو که مسلمان مکه دا شر بکن، پیغمبر ندخواست شر بکن. لوما اجاره کادی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خدا امر کرد و آلی داره هرنج مکه در کبن. يعني طبعا الحكمة من الهجرة مرة أخرى ازداد عدد المسلمين، يعني بعد دخول حمزة وعمر وكذلك بدأ أكثر الناس أو بدأ بعض الناس يدخلون في الإسلام. فإذا لم يأمرهم الرسول بالهجرة سيكون هناك لا محال النزاع، وربما قد يطلع القتال بين الطرفين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جنبهم حتى يجنبهم النزاع والقتال المسبق كما نسميه. أمرهم بأن أو قال الذي يحب أن يذهب فليذهب. المرة الثانية عدد الذين هاجروا تقريبا 82 رجل، 18 امرأة ما عدا الأطفال والصغار الذين ولدوا، يعني حوالي 100 شخص. إذن حينما نقول 100 شخص قد دخل عدد لا بأس به في الإسلام خلال فترة بسيطة، يعني بعد إعلان عمر وحمزة الإسلام وإلى الهجرة تقريبا خلال سنة وشوية ازداد العدد، كثير منهم دخلوا في الإسلام. فحينما نقرأ 82 و18 يكون 100 واحد ما عدا الأطفال الصغار، يعني حوالي 100 شخص هاجروا إلى الحبشة مرة أخرى تجنبا للصراع والقتال الذي ربما يحصل قبل أوانه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا مرة أخرى. فسنرى لماذا اختار هذا المكان كذلك. جرى دو يمين پیغمبر کو گوهرن ام تماشات کن نیز صد حب انسانی چون صد حب جرى بره تقريبا بجن چند محكي بره 10-12 حبون، يعني 10-11-12 سيبون. ولكن پشتك عمر بو مسلمان، حمزة بو مسلمان، هناك انسان جي اسلام اخو آشکرا کرن. جرى دویا تقريبا نیز صد حب انسان هجرت کرن. دبين 8 حب ظلام بون و 18 حب دو 8 حب جي جن. إجا زاروك حساب نكنا زاروك يكون بجن يك صالبة يك مهيبة دمايبن ياجي دريدا شيء وياجي شيء اللي خدي ده وانا حساب نكرن. فقط جمارة وقت زمانك يندك ده، يعني چل حبي عمر بو مسلمان بو چل حب ظلام حساب ك كان مهكي سر درباس بو جمارة بو 100 حب تقريبا. يعني هناك مسلمان قوتون، ولكن چقاسا قوتا مسلمانة، يعني جمارة وان زيادة ببا احتمال شرج زيادة تره، احتمال كشنه زيادة، احتمال كو مسلمان و كافرش بن كنترول هفدر كبن مسلمان هناكي
نين كنترول كرن شاركي بكن دما كشاركي المكة دا جوارا كرنه مسلمان ايقالك ورن كشتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم بحكمته خو بزانبونه خو اوان مسلمان دخواست شر دور بكبن حتى رجع خدای عالم تقدير يعني لو ما پیغمبر امر وان كر قدوي آل دهر. طبعا الهجرة كان شيء طبيعي. الطبيعي حينما نقول كثير من الأنبياء هاجروا من أماكنهم من السابق إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام هاجر كثيرا وكثير من الأنبياء هاجروا. إذن الهجرة لله كان شيئا معروفا لدى الأنبياء وأتباعهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الدولة الحبشية والنجاشي على سائر الملوك الموجودة في عهدهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل كان يعلم بأن الملك ملك نصراني على دين عيسى عليه السلام وإنه رجل عادل لا يقبل الظلم. فالرسول أعطاهم هذه الشفرة كما نقول الرمز. إذا ذهبتم إليه وقد يحصل شيئا ما قولوا له رسولنا بعثنا إليك على أنك رجل عادل لن نظلم عندك. هناك أمور حساسة علينا أن نعلم. لو قلت لأكبر رجل ظالم في العالم أنت رجل ظالم يغضب لا يقبل هذا. ولكنه لو تقول أنت عادل يفرح. شيء خطير جدا. يعني كلمة ظلم أكبر الظلم لا يحبونه هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمهم أن يخاطبوا هذا الملك وإنه كان عادلا حقا. حتى ربما المشاورون يضحكون عليه أو يحاولون إخضاعه حتى يفيق من الغفلة ويقول رسولنا قال بأنك رجل عادل. خلاص إذا قال رجل عادل هذا رجل سيفيق. كيف يظلم عندي أشخاص وأنا معروف بالعدل؟ فعليه أن يحقق العدل. فالرسول اختاره لأنه كان معروفا بالعدل وكذلك إنه صاحب دين سماوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابیه گوهرن حبشه ولكن چما گوهرن حبشه بی وقت ایران جی هبو فارس ام بیجن بی وقت بیزانت هبو روما هبو فقط پیغمبر گوهرن حبشه دیگر حبشه داش بحره دا چن فقیره يعني مشان نورمالت نگرل بحره سیاره کادمرن نامرن لورا ملکی حبشه ملکه کی خریستیان بو یک بعدالت بو دو حتى پیغمبر دماغ صحابی خوشیشان يعني ما فهمت كيف پیغمبر چند تشتا جوانا درسا دايوان تكتيك ام بيجن تكتيك سياسي وني هرن بلكي مشكله كي تشبو برسگره كي تشبو يعني خواست واج دولت اخبا وجه جرا في كلمه هانه بيجن پیغمبر ما دماغ مشان قوتيه او سلطانك بعدالته تشتكي مازنه فيها يعني دماغ مكتم طنقايه تشتكي تشبو بيجن پیغمبر ما گوتو ولات سلطانه کی بعدالتی چوا ظلم جمعته کرن پیغمبر ما گوتیا ظلم الونای کرنه ام وی نیت هاتن و هات جیجی خبردان پیغمبر جهات جی امیانه چند دقیقه پاشه بخوین دماغ هاتن وی کلمه جوان هات گوتن سوانا حتی سلطان خواست هم بشینه وانا وی کلمه کجا گوتن سکنی او پیغمبر و اوسا گوتیا در حق مدا گو ولا پیغمبر ما گوتیا ظلم کی بعدالته ایجا وی وقتا هانه رابو خبرده و چند تشتك آنها مبيجن وی تشتي هانه كر. بعدما ذهب المسلمون إلى هناك تأكد القريش بأنهم أخطأوا كثيرا. 100 شخص من بلدهم إلى بلد آخر ربما يحصل في المستقبل شيء ما هؤلاء يدخلون في الإسلام ويهاجموا عليه مرة أخرى كما حصل في عهد الأبرهة حينما ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الملك الحبشي هذا. خافوا قالوا ماذا نفعل؟ بدأوا بمحاولات سياسية كما يفعل الآن. أرسلوا رجلين صاحب عقل أحدهم رحيم والآخر لا رحمة عنده. الذي لا رحمة عنده اسمه عبد الله بن طفيل على ما سنذكر بعد قليل والذي لا رحمة لديه عبد الله بن أبي ربيعة هذا أحدهم والآخر عمرو بن العاص. عمرو بن العاص قبل أن يدخل في الإسلام لا رحمة لديه كأنه يحارب قاتل أبيه ولكن عبد الله بن ربيعة كان معروف بأنه حليم وصاحب رحمة. فالقريش أرسلوا الاثنين. انظروا السفير عليه أن يكون ذكيا لا يكون غبي يعرف كيف يتكلم. ثانيا تبعث معه أمور ربما تشتري به حاشية الملك
فأرسلوا معه هدايا، وهو وزع الهدايا بين أتباع أو بين المستشارين الموجودين بجنب الملك، أقنعوهم بالفلوس. يعني هناك الآن أمور سياسية، الدول حينما يحب أن يأخذ واحد من الطرف الآخر يقول ماذا نفعل؟ لدينا مصالح مشتركة، هل تحب هذا؟ لا تحب هذا، تحب النفط ولا ما تحب النفط، الماء ولا مش ماء، السلاح ولا مش سلاح، أمور مثل هذا. فقالوا نبعث الهدايا ونحن بيننا تجارة في السابق، نذكرهم بالتجارة ونشتري أشخاص بالفلوس. وحاولوا أن يعملوا الاثنين وعملوها. قريشية شكر قالوا كردا تماشاكن جبري دا تشتكي مهم هي دماكو بعربيت بيجن سفير، بكردية أصليت بيجن باليوز، بزمان ميت بيجن سفير، قنصل، يعني قنصل. أبيت يكيد شينيا رسول أم بيجن جبري دا أبي يكتب بشيني قرات يكي بعاقل بشيني يكي هو زانبه خبر ده زانبه تشتغل هف كون بك أنا وكن الشيطانية وحيلا زانبه يكي فقير يكي زاهد أم زمان خيط إسلام بين تصوف يكي صوفيت بشيني صوفيش خدت ترسه نكاره دروابك نكاره حلابك جهب الراس بيجه اتجمعات يحيلا. فقط أفانا دحبي وساكنوا شاندن هر دوجي قريشة دو يشام يك عمري كري عاص هداوي بو مسلمان يا ابن عبد الله كري ربيعه عمري كري عاص شو معروف بو جوانا تقول دهات العرب يعني فيلوزوفي عربي مازن عقلي بر مازن بو عمري كري عاص بر عجيبو يعني عاقل بو بر جهاتي بو اوي يك يدن شاندن كتابو هاد بيجن ابي كلوين دبي عمر رحم دليدات نبو يعني وكاك امنياري بابينها او قصاد خاص كوكا مسلمانا لحبش بينا هفالي فقير بو يعني كان تشتاد بيت شي بود بما تماشاكر هفالي عمر جا عمر دهاب رحمه رجو كرو دبانا اقرباي منا يعني قبي اميوان بوكجن يعني او قصاجنا عمر غوتو جلس كوكا من بينهم يعني دوي وقت داجي بريكو عمر با مسلمان رحم دليداتنا بود خاص با مسلمان بقدين حبه كل حبش هنا الى او قصا نيارتي كدلي ذهبوا طبعا ايه شو وتشكرن جبير فانكن دم وقت هيك شلون قرات ايه بعقل بشيني وبقى ايرو سياسات دولت هذا رشوات لازمه رشوات قالك تشتات يعني امامك مشهور دبجه تاريخ الاسلام ده قوت لقمه كي تاخذ دبي انسان او شعب يعني فديت كتيجرتن اذا اطعمت الفم استحل عينه الرشوات بدي كيف فديت كدنجي خلاص اواتك قريشية شكر فرم مرات تشمش تي وقت جل ونظام تشتكوا بقيمات بون يعني لا ندان ملك رشوات هدية رشوات الرشوات بكردي رشوات وقد يشونا بيا رشوات يعني هاد ورما قيب سلمان قريشي أري حاجة كافر بون كافر عشان جبوري مسلمان ور فروتاني كافر جبوري مسلمان بس كافر فلا بني وقتاني عمري كري عاس وهفالي خود شون رشوات برن رشوات شكرن لا وقت تشهبون يعني وكا ايران نكار بين زير وزيف ونظام شاكيتك تشتي ساعتنا رشوات اي وقت يعني رشوات شبكن رشوات تنكار بدي مزنه دولتي عيبه رشوات دان دوراوي مستشاري يعني داني كيو فرداوي دا وبنيغو ام كيفنن ون كيفنن تجارتها ما هي ونشن امتين فرداوي دا وكا عين سياسات الدنيا ايرو دو دولة تشتكي تشدبه مثلا يك دولتك ربيع تشد دولتك قادن افياد بيتي بدي من اقوى من دمتا اللي ببنى بحبره تجارتك كن ام محسيات دنتا بطاطا دي مام زيت فروشن مازوت دنتا غاز حاصل مساله سياسيه تجارته يعني وبرشوته دوره ملك ساندن بو امهر شكايات عن ملك بكن وج ملك ربجن راس انا انسان خراب برا ملك وامدما يعني ولا شون شكايات كرن ملك شي غازي وانكر. بعدما ذهبوا إلى الملك وقالوا بعض الأشخاص من أبناء قومنا خرجوا على ديننا أتوا إليك فنريد أن تعطيهم إيانا فالملك ناداهم قالوا هؤلاء يقولون هكذا اذهبوا معهم. حينما قالوا اذهبوا الكلمة السحرية الذي علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هكذا جعفر والجعفر كان الذي يتكلم باسم المسلمين المحامي باسم المسلمين الرئيس الوفد الإسلامي يعني المهاجرين قال رسولنا قال بأنه ملك لا يظلم أحد عنده أو بمعنى هذه الكلمات ملك عادل. قال توقفوا
هل قال نبيكم في حقي هكذا؟ قالوا نعم، رسولنا قال هكذا في حقك، أنت ملك عادل، فأتينا إليك حتى لا نظلم. وبعد ذلك بدأ الحوار، سنقرأ بعد قليل ماذا قال وماذا ردوا عليه. شو شكايات كرن حاكم قهرن براوان مسلمان ورن هاتن عمر قولا وانا قوم منج دين ما دركتن ناتنا سر دينه تو خاين وام بجن خاين يعني وام بدا زون ببن ملك جي قو داري نكر قو طهر وام ببن كوغوتن جعفر بري حضرتي علي جي ماستر بو پیغمبر ویجی شاند بو تا ویجنا خو ویجی چوبون جعفر جی مازنه وان بو يعني ام بجن لیدر وان بو ابوقات وان بو ناوی مسلمانا جعفر وقت هانه گوتناک پیغمبر گوتو بو یا ملکه کی عدالت که يعني جعفر جرا گو والله پیغمبر ما گوتی ملکه کی عادل ام هاتنه جمتلو ما گر ظلم لمن نکرن کوها گو افسکنی گو انا پیغمبر واسا گوتی گو والله پیغمبر ما گوتی ملکه کی عادل ام هاتنه جبون ظلم نکرن تی ظلم المبکی وی وقت دستونی واسکنی عقلی و بو کو کابسه وانات خوازم بجن چه او بانکری گو انا پیغمبر و چیه مسئله و کینه و چتکن کاج مرا بجن أنا هذه كلمة وان بخيرم كلمة وان شو كنا يعني إذا بعربي بيجم ترجمة كردي جواربكم. سأقرأ ما قاله جعفر حينما بدأ يدافع عن المسلمين. جعفر تشتكوا إذا أنا جوارب عربي بيجم كردي ترجمة بكن يعني لا داعي ترجم بالعربي. أيها الملك يعني أي سلطان ملك سلطان معنوي كنا قوما أهل جاهلية أم ملتك أهل جاهلية يعني دين إيمان جماعة نبو جاهلية أبا بريا بيخنبرية بريا نبوته نعبد الأصنام صنم هيكل مش هيكل را عبادات كر ونأكل الميتة ميتة حيوانا أم كرديت بجل مردار أبا أكثري جناب حيوانا مريا تخون يعني لاش بتركيد بجل ويدخون منه تشتي بيس عبادات أخواتنا حيوان بيس تخون ونأتي الفواحش أم زناتكن فاحشة زنا بأخلاقيتكن ونقطع الأرحام حق أقرباء مرتنا جماعة بسمامة بخشكات بريتنا ظالما ونسيء الجوار حق جيران الجماعة يعني كي جماعة كهرباء مال جيران وخرا كم خرابي بجيران خدكن يأكل القوي منا الضعيفة قوي أبي بقوات أبي ضعيف تخو يعني كي قوته يهبه جيران ضعيف تك برال برايدنيت ك ورحاصل أو إنسان خرابون فكنا على ذلك أموهابهم صالم خراب حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه تبي حتى خداج مرة پیغمبر کیشان امی پیغمبر زان کیه لای کیه باوی کیه راستیه و چوایه پاکیه و چوایه شرف و ناموسه و چوایه تبت زانن يعني هاد جعسمان یک نات رج ظلامك جناب ما هاد امی ناس کیه انسان کی دروانا که دزیه ناکه به ناموسی ناکه به اخلاقی ناکه خرابی ناکه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان دبيج مرة قو دي عبادات جوان هيكل ميكال رانكن عبادات خدا كي رابكن أو خدا يكهر تشتي شكرية دبي وأمرنا بالصدق الحديث مرة قو راس خبردن يعني دروانك من اتشقات تشتكي مهم وأداء الأمانة أمانة أبدا من الأمانة امانت خبردانه به امانت مال بچه به امانت خیانتی نکن امانت کلمه کفره يعني خیانتی نکن وصله الرحم جا اقربای خرا باش بن وحسن الجوار جيران خرا قنج باش بن وكف المحارم والكف عن المحارم والدماء خلقنا جن ظلم الكسكي نكن خوينا ملت نرجينا مرقوا فياج نكن ونهانا عن الفواحش مرقوا زنا نكن باخلاقي نكن وقول الزور افتراء كرديد بجن افتراء جي ببختي في تشتهان نكن وأكل مال اليتيم ومال اليتيم نخون يتيم سيوينا يعني نخون وقذف المحصنات يعني افتراء ناموس النابن أستي جنة باك جنة فقيرة تشكينة كربي حي في جنان زنا كريه محصن أبا يعني جنة باك تفتراء زنا بابي أستيوي وأمرنا نعبد الله وحده وبالصلاة والزكاة والصيام لما جروجي زكاة وانا تبج مراقوتي أو وان تشتاقو أو قصات تشتاقو في وقتها ملك سكني يعني حينما انتهى من هذا الكلام الملك قال خلاص لن يأخذكم أحد من بلدي اذهبوا فأنتم أمناء فخرجوا ولكن عمرو لم يتوقف اشتكى عليه مرة أخرى قالوا هؤلاء خرجوا من ديننا ولم يدخلوا في دينك حاول أن يفسد عليهم شكل من الأمور ملك بشتك بانات خواندن قولا تشتكي برخوشة يعني تشتكي راسته
حتى دبي ملك جراغو باكي پیغمبر و چه جراتي گو قرآن کی هاتي چه دخوين جب خوين سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وان كان آيات خوان دبي ملك قريا كدليوي حال بكي فعم جنات كرام قرآن صاد شكي خوش كدليوي گو هرن كاسكي ظلم الوناك حتى صاغ بم دولات امدهون امانات دانه ولكن عمر نسكني عمر گو والله زي مالا وخرك ما تشكي دي درخم يعني من السياسة هوالي گو كرو بيلا گو اقرباي من هرين نبو تشتك نابن گو از صبح تشكي فلكات قضي بنم سريوان شوج ملك را گو ملك گو هري وانا وا خبرتنش دين مش دركتنا ناتنا سردينته يعني نب كافرن نب مسيحي نجي گو حتى در حق عيسى لا تشكي غريب دبيجن ملك گو جبر صبح جار قضي ور جار قضي بانوان كر طبعا فناداهم الملك واتى ملك قال ماذا تقولون في عيسى ابن مريم ماذا سيقول المسلم ما يقول ما قاله الله عز وجل كلمة الله عز وجل فيقول الملك قال والله لا فرق بين دينكم وديننا يقول رفع خشبة صغيرة عود صغير قال الفرق بين هكذا يعني لا فرق بين الاثنين اذهبوا فأنتم أمناء يعني محاولة أخرى من عمر لم ينفع شو هاتن قود ودبيجن در حق بيخنبر ودر حق عيسى دا چد بيجن قوتيه إذا قيل كاره درواب كمثلا أنا إنسان أنا جبوني كسياسة دبيجه دبي التجا كريه فقير جبونه تشكي بدي حزار دروات كي ياخذ كف الله يقصد كشه جعفر وقع ظلامه بيترس مرن حق جارك قو والله تشتك پیغمبر ما قلت زيش ترى بيجن عبد خدای پیغمبر خدای لای مریم خدا عالم بمعجزه کی چه کریه بافتنه کره خدای جننه پیغمبر وصا قلت گوار دین موهات بجه يعني خلاص قرآن وصاد بجه قرآن نقول عيسى لا خدا عبد خدا لا مريم خدا عالم معجزه کی چه کریه دبي نجاشي داركه کی بچوک عبد راکر داركه کی و بچوک گو والله فرق دين و دين ما او قصه حياتنا يعني او قسم نزيكي هبن هارن قد قد مراقنا كن ودولت امدا بيترسن ازل حتى اساق بم تشلك نايسريبه و اف نجاشي هانجي داوي بو مسلمانش فقط اسلام خو وشرت اسلام خو وشرت حتى كون وقت دمره پیغمبر اوجا هجرت مدینه که بریا کو بمرجي لوهي كي تشهد من حتى قيزه ابو سفيان ام حبيبه نابي اوجه هجرت که ظلامي يدبه كافر او سردين خود مينه پیغمبر دبجه اتخوازن پیرا بزوجم يكيد كوكيل خو ملكنا او حبشي ويتزوجينا بنابه پیغمبر اوتبه مسلمان جي ليش دولت اخرى نابي از مسلمان جبوني يونيكشن تقرب المسلمان خودي دركبه ودمك وفات كجي پیغمبر صحابي اخرى دبجه ايرو ملك عادل رحمت كريا من مجا غيابي سر المج بكن لمدينه سر المج بكن اولويه دمره خبرش پیغمبر ات المدينه پیغمبر لفر سر المج يعني خبر تليفون اننا ها وحي خودي جراته دبي مريا پیغمبر صحابي رد مر المج سروي براي خويا مسلمان بكن المج سريج بكن خدي عز وجل ومقرن اهل الجنه طبعا هذا الملك الحبشي بواسطه جعفر واصدقائه المهاجرون الى هناك تعرف على الإسلام ودخل في الإسلام كان مسلما ولكن أخفى إسلامه لحكمة لو أظهر لقتلوه مباشرة ولكن أخفى إسلامه وحينما يموت الله عز وجل يرسل الخبر أو الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من الله بأن الملك قد انتقل إلى رحمة الله عز وجل يصلي عليه الرسول وهو في المدينة بعد الهجرة صلاة الغائب يصلون عليه العبد الصالح انتقل إلى رحمة الله أو توفي فلنصلي عليه فدخل في الإسلام إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء لحكمة وقد وصل إلى الحكمة إلى أن نلتقي في درس أخرى إن شاء الله ابقوا في حفظ الله ورعايتهم قالوا جماعة جاء أبان إنسان أنا جبو مسلمان جاء أكو جنابي تشيت بجا حبش ومزني حبش جبو مسلمان ورحمتي في رب العالم يجي موان تباب كجيران پیغمبر صلى الله عليه وسلم حتى درس آتي أمي هفدين إن شاء الله ده نقطة بچوكش برا